كل ما نحصل في هاد السخانة ندير كسرة محشية قرمشة وبزاف بنينة بلا لحم ولا دجاج، اقتصادية 100%، سهلة وسريعة التحضير، في نص ساعة راكي وجدتي غداك ولا عشاك. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في بنات زمان مع إيمان. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد من وصفاتي. صلوا على رسول الله. بسم الله. جبت انا جفنة، ماذا بكم تخدموا في جفنة ولا وعاء اللي يكون واسع. جبت انا سميد رطب، خدمت كامل بالسميد رطب نتاع ماما، وتقدروا تخدموا بتاع الميزان. درت ربع كيسان سميد رطب، حجم الكاس 220 مليلتر. وتقدروا تضيفوا هنا 2 معالق كبار فرينه، انا ما درتش الفرينه. درت ملعقه كبيره سكر، ملعقه صغيره نتاع الملح، ودرت نصف ملعقه كبيره خماره نتاع العجين. اذا كان البرد بزاف تقدروا ديروا ملعقه كبيره معمره، ما ديروش الخماره نتاع العجين مع الملح باش ما تفقدش التفاعل نتاعها. ندخل مليح المكونات مع بعض. جبت نص كاس تاع الزيت، درته دفعه واحده ونسي ندخله في السميد. ماذا بكم البنات تدخلوا كامل هذاك الزيت مع الحبيبات تاع السميد باش يتشربه بهذه الطريقه. بعد ما تدخلوا المكونات، جبت الكاس الاول، درت كاس ماء دافي، دخلته مليح في الخليط تاعي، شفته مازال يخصه. جبت الكاس الثاني وراح نوريكم في الاخير شحال بقالي الماء. علاش قلت لكم يا البنات مقادير هاد العجينه ولا هاد الوصفه مضبوطه؟ العجين تاعكم يكون حاكم روحه، ما يكونش جاري. كما شفتوا الكاس الزوج بقالي ربع منه، دات لي 2 كيسان الا ربع نتاع الماء. الماء يكون دافي. في هذه المرحله كان عاده العجين مزير في يدي، راح نديكه جوست 2 دقائق حتى 3 دقائق. ما تدلكوش بزاف باش ما يطلق لكمش الخيط ويولي كما المسمن ولا المحاجب. واذا بغيتوا تقدروا ديروها في سطح العمل وتخدموا تدلكوها باش ما تغبنكمش. تقدروا تخدموها حتى بالبيتران. انا غطيتها بابي فيلم باش ما يدخلهاش الهواء، وخليتها انا غير 5 دقائق. كما شفتوا ديجا راه تضاعف الحجم تاعها. انا حطيته في مكان دافي، تقدروا تخلوها على جنب بلا ما تخدموا الحشوه. انا قسمتها كما كتشوفوا العجينه تاعي على 9 قطع، وراح نشكلهم كويرات. ندير 8 تاع الكويرات. بديت نرفد من هذيك التاسعة اللي كانت زيادة، بديت نزيد فيهم حتى شكلت 8 كويرات. من بعد وزنتهم، ووزن كل حبة 145 غرام. أنا وزنتهم باش تجيني كما الحبة كما أختها، ما تجينيش وحدة كبيرة وحدة صغيرة، وانتوما عينكم ميزانكم. بعد ما كملت كامل الحبات نغطيهم كيس بلاستيكي باش ما يشيحوناش من الفوق، ومشيت ندير الحشو. ماذا بكم البنات الحشو ديروه في الاول. جبت اناء اللي درت فيه كميه مليحه من البصل، ودرت 2 حبات فلفل اللي كنت قطعتهم بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. نخليهم على نار هاديه حتى كامل هذاك البصل والفلفل يدخلهم الطياب. وانتم الحشوه لكم الاختيار فيها، تقدروا ديروا فيها حتى اللحوم. درت رشه مليحه من الملح، 3 حبات طماطم كبار اللي كنت رابطهم الجهه الرقيقه تقدروا تطحنوها، ملعقه كبيره طماطم مصبره، نص ملعقه صغيره فلفل احمر، نص ملعقه صغيره كمون تقدري ما ديريش، ربع ملعقه صغيره فلفل اسود، ودرت ربع ملعقه صغيره نتاع فلفل احمر حار تقدروا ديروا الهريسه، ودرت رشه مليحه من السكر للحموضه. عليت عليهم النار في هذه المرحله حتى تداخلوا مليح، نخليها تبرد مليح. جبت ورق الطهي اللي كنت قطعته على شكل دائري كما راكم تشوفوا، انا درت 2. وجبت البانسو، ورق الطهي درت فيه كميه صغيره من الزيت، فوتته مليح في ورق الطهي باش نتاكد باللي العجينه تاعي ما تلصقش. حطوا العجينه تاعكم في الوسط، خلوها تريح دقيقه حتى 2 دقائق، وبدو تسرحوا فيها باش ما تغبنكمش. انا نسرح العجينه على حساب العرض والطول نتاع البابي تاعي. هنا بدا يتلوى معايا ورق الطهي كما راكم تشوفوا. علاش؟ العجينه تاعي كان خاصها شويه تريح. كامل الكميه تاع العجين وزنتهم قد بعضاهم.
غير وحدة اللي درت وحدة كبيرة درتها كامل في ورقة طاي، وحدة درتها صغيرة باش نديرها في الوسط، والاخرين درتهم كامل كيف كيف. صورت معكم انا غير حبة باش ما يكونش فيديو طويل. كما شفتوا درت العجينة الاولى، درت لها شكشوكة اللي كنت خليتها بردت مليح، وتقدروا ديروا قبل جبنة تاع الطالي والشكشوكة. الشكشوكة تقدروا تضيفوا لها اللحوم، كما تقدروا ديروا حشو اخر اختياري. درت كمية من الفرماج، درت العجينة اللي كانت شوية صغيرة درتها في الوسط، وبلعت عليها من الجناب بهذه الطريقة. لازم يا البنات تثقبوها باش يخرج منها الهواء. الطاجين تاعي كان سخون، انا كنت دهنته دهنه صغيره بالزبده، تقدروا تدهنوا بالزيت. كي حطيت العجينه وليت ثقبتها، درتها على نار متوسطه. هنايا راني دايرتكم يا البنات التسريع، وبديت نحرك فيها في جميع الجوانب من كلتا الجهتين حتى نتأكد بلي طابت وحمارت. الجهات اللي ما وصلهمش النار جبت انا الشاليمو وبديت نحمر فيهم بهذا الشكل، باش كامل يجوني كامل الجهات محمرين والوجه تاعهم يجي شبع. نقسم حبة معاكم باش تشوفوها كيفاش جات معمرة بالحشو. العجينة جات مقرمشة ما جاتش تتعلك. المقادير اللي عطيتها لكم في هاد العجينة مضبوطة، تجيكم ناجحة هاد العجينة. إذا جربتوها ما تنسوش تخلوا لي رأيكم في التعليقات. مع السلامة، إلى فيديو آخر بإذن الله.